يانا ينت النهارده، ما في تطلع من البيت بدون ما تلبس الشورت هاد والتيشيرت هاي. فهمان ولا لا؟ لا يا ماما مش عايز. لا، انت حتمشي اللي انا عايزاه شوي شوي بهدوء. ما في شيء بالدنيا بيمشي هيك، مش كل إشي بدنا اياه لازم نعمله ونصر عليه بطريقه تخلي الطفل اللي قدامنا يوصل انه هو يعاندنا. طب شو اعمل؟ اللي تعمليه انك انت تحاولي sometimes او بعض الاوقات انك تتهاوني في الموضوع. مش مشكله لو لبس مره على ذوقه، او حاولي انك تحدي له من الاختيارات. يعني لو انت حابه تطلعي معاه مشوار وهذا المشوار رسمي، فحاولي تختاري له قطعتين وتخيري ما بيناتهم. هو حتى هذا بيكون ايحاء للطفل انه انت رايك مهم. لا تربوا اولادكم على انه انا اللي رايي لازم يمشي، انت لازم تعمل زي ما انا بدي. في ناس حتسال يعني كده حنخليهم ما يتربوش يعملوا اللي هم عاوزينه من غير قواعد او قوانين؟ الإجابة لا طبعاً. حطي قواعد وحطي قوانين، بس حطيها في قالب يكون الطفل فاهمه، قادر يستوعبه، قادر يعرف انت ليه بهذا الوقت قررتي تلبسيه شورت وليه بهذا الوقت قررتي تلبسيه فورمال. اعطيكي مثال، انت ممكن تجيبي فلاش كاردز او كروت مرسومه عليها طفل لابس بنطلون ولابس قميص وطفل لابس شورت وتيشيرت، وتشرحي له بالايام العاديه بعيدا عن الموقف هذا اللبس ليه بنستخدمه وهذا اللبس ليه بنستخدمه. هون انت بتكوني رسمتي في عقله الباطن الصوره اللي انت محتاجتيه انه هو يظهر فيها، وشوي شوي تقدري تعلميه يلي انت بدك اياه من غير زعيق، من غير فرض سيطره، ومن غير ما تنفذي اوامرك بطريقه زي كانه انت قاعده في الجيش. ليه؟ لانه انت هون عم تربي طفل. هذا الطفل اليوم عندك فرصة انك انت تعلميه النقاش والحوار، لما يكبر حيتعامل معاكي بنفس الطريقة. يلي بتزرعيه اليوم رح تحصديه فيما بعد. كثير من الاهل بيستخدموا الطريقة اللي بدأنا فيها الحلقة، وبس يكبر اولادهم بيقعدوا بيتشكوا انه اولادنا ما بيحاورونا، اولادنا ما بيناقشونا، اولادنا ما بيسمعونا. انت لو غمضتي عيونك لحظة وافتكرتي شو كنت تعملي معاه ايام الطفولة رح تعرفي انه هذا هو كان السبب. فلذلك نحن ممكن نتجنب هذا الشيء ونزرع في اولادنا طريقه نقاش، حوار، نحط لهم قوانين، نعلمهم كيف الثبات على المبادئ، نعلمهم انه شو الكونسيكونسز اللي ممكن يتعرضوا لها في حال كسروا اي مبدا من هذه المبادئ، ونخلي في حياتنا نوع من انواع التراخي، ونخلي الحياه سلسه وبسيطه. الحياه ايام وبتمر، والصغير بكره بيكبر، وكل إشي بتزرعيه اليوم رح تحصديه فيما بعد لما هو يصير كبير وانت محتاجتيه، وهو رح يزرعه في اولاده اللي جايين. خليكم دائما معنا خطوة بخطوة لنقدر نربي ونحافظ النعمة اللي الله أعطانا إياها واللي هي أولادنا.